عودة من الفاصل. وكما قلت لكم، التنمية البشرية والأستاذ والمدرب، وأنا بقول على لقب الدكتور، هو الأستاذ أشرف نمير. برحب بحضرتك على الهواء مباشرة السلام عليكم يا استاذ سعد، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ تمام يا زهر. بحييك وبحيي الموقع بتاعك اللي فيه فعلا بحس فيه دايما كل ما تكونوا انتماء لمدينة طنطا. انت راجل جريء وراجل جميل في نفس الوقت. احب اقول لك ان انا نفسي اطبق في شباب بلدي واطفال بلدي والناس اللي في بلدي مبدأ اجتماعي جميل جدا، ان احنا نحب بعض وان احنا في التنمية البشرية ان شاء الله هنكون، وانا هكون مساعد وعونا ليك في موقعك اللي انا شفت عليه كمية دخول للناس غير عادية، وربنا يبارك ان شاء الله. والبرنامج الانتخابي اللي انا اعلنته من النادي ان شاء الله انا هطبقه داخل النادي او خارج النادي او من اي منبر ان شاء الله، وهدف النشء والشباب. أستاذ أشرف، عايزين بس نتحدث يعني في وقت قصير عن التنمية البشرية. التنمية البشرية لها كذا منطقة يا استاذ. اولا المنطقة الشخصية اللي بننمي فيها قدراتنا الشخصية، الثقة بالنفس وغيره. المنطقة الثانية اللي هي منطقة التعامل مع الآخرين، ازاي اتعامل معاهم. المنطقة الثالثة اللي هي منطقة الإنجازات المالية. أنا محدد نفسي يعني فيلد معين اللي هو ما يخص النشء والشباب والأطفال. تمام. فأنا حابب إن أنا يعني يكون للولد هدف، لأن الطفل المصري هو أسعد طفل في الدين. اللي بيحصله بعد كده ده تطور بقى يعني إيه للأسف سلبي نتيجة الدراسة، وبالتالي كل أم وكل أب إن احنا نربي ولادنا مع بعض، نعلم ولادنا فن التعامل مع الآباء، نعلم الآباء فن التعامل مع الأبناء. وده هدفنا الاجتماعي، لا هو هدف سياسي ولا هو هدف ديني ولا أنا منتمي لأي شيء غير الهدف الاجتماعي اللي أنا يعني بحس إن مهاتير محمد حول بلده اللي هي ماليزيا من فار إلى نمرة بفضل هذه المعادلة اللي أنا بتكلم عليها. كيفية تربية أبناء أو إزاي تصاحب ابنك أو إزاي نربي ولادنا سويا. تمام. اشكرك يا فندم. انا بس يعني الناس كلها سمعانه، واحنا بقالنا تكميل في الساعه على الهوا اهوت، ان انا في موقع تدتم، وانا شخصيا انا بتكلم على الموبايل والله. يا ريتني كنت شايف الحلقه دي. انا بكلمك دلوقتي. انا مش الحلقه موجوده، هتبقى موجوده على السايت، ولكن حضرتك معايا على الهوا. بطالب الاستاذ المحاسب المحترم الاستاذ فايز عريبي، لو سمحت يا باشمهندس فايز، ومجموع جروب فور يو والتنمية البشرية الأستاذ أشرف ليس لديه أي، إن شاء الله سعيين ومجاهدا إن إحنا مع حضرتك في قلب تنفيذ البرنامج داخل نادي طنطا، لأن حضرتك كنت في الأساس مرشح. والله يا استاذ انا يشرفني الدعوه اللي انت دعيتها للاستاذ فايز عريبي دي. انا مش عشان اي اغراض او اي مصالح، ولكن انا نفسي اخدم شباب بلدي ومجتمعي وطنطا بلدي اللي اتربيت فيها. انا بحبها زي ما انت بتحبها وزي ما كلنا بنحبها. فارجو ان يكون مدخل التنميه البشريه ده هو مدخل التغيير ومدخل التطوير في نفوس شبابنا، يبقى لهم هدف نبعدهم عن البنج وعن المخدرات وعن. وانا ما بمشيش باسلوب لا تفعل، ولكن انا بمشي باسلوب اخر، اسلوب ان احنا التربيه بالحب. اشكرك يا فندم. تمام. انا سعيد جدا بهذه المكالمه. اشكرك يا فندم. اشكرك يا فندم. ولو اني على الموبايل وهروح تاني اشوف الحلقه دلوقتي والله. ماشي. انا سعيد جدا بحضرتك. نشكر حضرتك واشكر جمهورك واشكر الناس اللي معاك، وان شاء الله نتعرف عليهم على خير باذن الله. ان شاء الله. وربنا يوفقك دايما يا باشا. ميرسي جدا. ماشي. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. هذه هي كانت مكالمة الأستاذ أشرف نمير، صاحب فكرة فور يو والتنمية البشرية.